قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول: أنا المالك أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد قال حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض. وعن ابن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله. ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكتف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. قال: فيه مسائل: الأولى تفسير قوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الثانية: الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. الرابعة وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى. السادسة التصريح بتسميتها الشمال. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. 11 أن العرش غير الكرسي والماء. 12 كم بين كل سماء إلى سماء. 13 كم بين السماء السابعة والكرسي. 14 كم بين الكرسي والماء. 15 أن العرش فوق الماء. 16 أن الله فوق العرش. 17 كم بين السماء والأرض. 18 كتف كل سماء 100 سنة. 19 أن البحر الذي
كتف كل سماء 500 سنة. 19 أن البحر الذي فوق السماوات أسفله وأعلاه 500 سنة، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، أي من الأحاديث والآثار في معنى هذه الآية الكريمة. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ما قدر المشركون الله حق قدره حتى عبدوا معه غيره، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، القادر على كل شيء، المالك لكل شيء، وكل شيء تحت قهره وقدرته. قال مجاهد: نزلت في قريش. وقال السدي: ما عظموه حق عظمته. وقال محمد بن كعب: لو قدروه حق قدره ما كذبوه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم، فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره، ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره. قد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية، الطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف. وذكر حديث ابن مسعود كما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. قال: ورواه البخاري في غير موضع من صحيحه، والإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي كلهم من حديث سليمان ابن مهران وهو الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود بنحوه. عن عبيدة عن ابن مسعود بنحوه. قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، أبلغك أن الله تعالى يجعل الخلائق على إصبع، والسماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. قال: وأنزل الله: وما قدر الله حق قدره، الآية. وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن الأعمش به. وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسين بن حسن الأشقر قال حدثنا أبو كدينة عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس قال: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فقال: كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماوات على ذه، وأشار بالسبابة، والأرض على ذه، والجبال على ذه، وسائر الخلق على ذه، كل ذلك يشير بأصابعه، فأنزل الله: وما قدر الله حق قدره. وكذا رواه الترمذي في التفسير بسنده عن أبي الضحى مسلم بن صبيح به، وقال: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد ابن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه فيقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ تفرد به من هذا الوجه، ورواه مسلم من وجه آخر. وقال البخاري في موضع آخر: حدثنا مقدم بن محمد قال حدثنا عمي بن القاسم ابن يحيى قال حدثنا عمي القاسم ابن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقبض يوم القيامة الأراضين على إصبع، وتكون السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك. تفرد به أيضا من هذا الوجه، ورواه مسلم من وجه آخر. وقد رواه الإمام أحمد من طريق آخر بلفظ أبسط من هذا السياق وأطول، فقال: حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر،
وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها يقبل بها ويدبر يمجد الرب تعالى نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به انتهى. هذا الباب باب قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ختم به الإمام رحمه الله هذا الكتاب العظيم لأن الربوبية مستلزمة لتوحيد الإلهية، وكل من قدح في ربوبية الله جل وعلا أو في كمالها أو قدح في توحد الله جل وعلا في الإلهية إنما ذلك راجع إلى عدم قدره لله جل وعلا حق قدره. فمن علم صفات الله تبارك وتعالى وأنه سبحانه وتعالى هو العظيم الجليل الجبار المتكبر سبحانه وتعالى لم يعدل به مخلوقا. والذين كفروا كانوا يعدلون أوثانهم وأصنامهم بالله جل وعلا كما قال سبحانه: وهم بربهم يعدلون. الذين كفروا عدلوا يعني ساووا المخلوقات بالله تبارك وتعالى، وهذا لأنهم ما قدروا الله حق قدره. ولو عظموه حق تعظيمه، معنى ما قدروا الله حق قدره يعني ما عظموه حق تعظيمه ولم يجعلوا له من الصفة والعظمة ما يستحقها سبحانه وتعالى، بل جعلوا المخلوق يساويه فاتخذوا الأنداد وجعلوا المخلوقات تساويه في إحقاق العبادة وفي التوجه إليها. والذي يستحق أن يعبد هو العظيم الأجل الواحد الأحد الذي هذه صفاته: الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه كطي السجل للكتاب، كما جاء في آيات متعددة. فطريق الإيمان العظيم بالله جل جلاله وطريق توحيده سبحانه وتعالى في إلهيته عن طريق توحيد الربوبية. فمن عرف صفات الله جل وعلا في الربوبية وعلم ذلك وعظمة الله سبحانه ورأى خلق الله في الأرض العظيم الذي الإنسان الواحد لا يشغل منها إلا نقطة فيها، وأن الأرض هذه على عظمها بالنسبة للإنسان صغيرة بالنسبة للسماء الأولى وصغيرة هي بالنسبة للسماء الثانية إذ السماوات طباق، وصغيرة بالنسبة للسماء التي تليها، وهكذا حتى يأتي الكرسي. وهذه السماوات بالنسبة للكرسي كدراهم ملقاة في ترس، يظهر له عظم هذه المخلوقات وأن الله جل وعلا محيط بكل شيء، وأن هذه السماوات كلها موضوعة على إصبع، وأن الأرض جميعا قبضته جل وعلا يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. فدل على أن هذه المخلوقات بأجمعها متناهية في الدون وفي الصغر وفي ما تتصف به، متناهية عن صفات الله جل وعلا، يعني أنها وضيعة ليس لها من الصفات بالنسبة لصفات الله جل وعلا وعظمته وجلاله وهيبته وجبروته وكبريائه، ليس لها شيء مع عظم هذه المخلوقات بالنسبة للإنسان. فإذا المكلف ينظر إلى مخلوقات الله جل وعلا، إلى الأرض
وإلى السماوات، وأنه صغير بالنسبة لها، وأن خلقه بالنسبة لخلق السماوات والأرض صغير، كما قال سبحانه: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فإذا نظر إلى ذلك، وأنه لا يملك تصريف شيء في الأرض ولا تصريف شيء في السماء، وأن هذه الأرض والسماوات بالنسبة لعظمة الله جل وعلا أنها صغيرة جدا بالنسبة لعظمة الله، وأنه سبحانه محيط بكل شيء إحاطة علم وقدرة وذات وشمول سبحانه وتعالى، تبين له عظم الخالق جل وعلا وعظم صفاته، وأن المخلوق ليس بشيء. فإذا كان كذلك كان المخلوق ليس له إلا أن يوحد الله جل وعلا في العبادة، وأن يعظمه، وأن يتعرف إلى أسمائه وصفاته، وأن يعلم ذلك حتى يلين قلبه لذكر الله ويكون عبدا حقا لله تبارك وتعالى. والمشركون بخلاف ذلك جعلوا المخلوق بمنزلة الخالق، بل ربما فضلوه على الرب جل وعلا، كما قال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال سبحانه: وهم بربهم يعدلون. وجل وعلا العظيم الواحد الأحد المتفرد بصفات الجلال والكمال. فإذا الربوبية بأفرادها ومعرفة مخلوقات الله والتفكر في آلاء الله جل وعلا، هذه تقود المؤمن الموحد، بل تقود كل ذي عقل إلى الإيقان بأن هذا الإنسان مربوب لا رب، وأنه لا يستحق شيئا من أنواع العبادة لأنه لم يخلق شيئا، وأنه ضعيف مسكين محتاج فقير يستغني بالله جل وعلا، وليس له من صفات الكمال المطلقة شيء، بل إنما له شيء يسير يناسب ذاته الحقيقة. فأين صفة الإنسان من صفة الرب جل وعلا؟ والرب سبحانه الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وأنها والسماء يعني أن السماوات السبع كخردلة، يعني في كف الرحمن كخردلة في يد أحدكم. وهذا يدلك على عظم الرب جل وعلا، وأن الإنسان يتناهى في الذل، يتناهى في الصغر، يتناهى في الحقارة بالنسبة للرب جل وعلا، لا في ذاته ولا في صفاته، وأنه إنما يشرف بعبادته لله وحده. فطريق توحيد الله جل وعلا في إلهيته هو توحيد الربوبية. ولهذا ذكرنا لكم مرارا أن توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الإلهية، وأن توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية، لأن من وحد الله في العبادة وحده دون ما سواه ولم يعبد إلا إياه جل وعلا، فإنه قد وحده في ربوبيته وعلم عظمته. فمن وحد الله في الربوبية يلزم من ذلك أن يوحده في الإلهية، وألا يعدل به أحدا من خلقه جل وعلا. لهذا في القرآن كثيرا ما يحتج جل وعلا على المشركين بإقرارهم بتوحيد الربوبية على إنكارهم توحيد الإلهية، على إنكارهم عبادة الرب جل وعلا وحده دون ما سواه. هذا الباب معقود لهذا الغرض، وأن الذي يعبد مع الله غيره يجب عليه أن يتفكر في صفة المخلوق وصفة الخالق جل وعلا. فإذا تعرف إلى الله سبحانه وتعالى وعلم صفاته تيقن أن المخلوق لا يستحق شيئا من أنواع العبادة، فأين صفاته من صفات الرب جل وعلا؟ لكن أكثرهم لا يعقلون. هذا ذهب جمع من أهل العلم، منهم ابن جرير الطبري في كتابه التفسير، وغيره، أن الدلائل الآفاقية ودلائل الأنفس، يعني السماوات والأرض والنفس الإنسان، كاف
في الدلالة على وجوب توحيد الله جل وعلا في العبادة. فمن له عقل وتأمل ذلك أداه إلى أن العبادة الحقة لله وحده دون ما سواه. فإشراك المشرك إنما هو بالإعراض، هكذا رأى طائفة من أهل العلم، وهذا ظاهر من جهة الاستدلال، وإن لم يكن ظاهرا من جهة العذر والإعذار. نعم. قوله ولمسلم عن ابن عمر الحديث كذا في رواية مسلم. قال الحميدي وهي أتم، وهي عند مسلم من حديث سالم عن أبيه، وأخرجه البخاري من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماء بيمينه. وأخرجه مسلم من حديث عبيد الله بن مقسم. طيب شوف راجع. قلت وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته، وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته، وكلها تعرف وتدل على كماله، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته، وتدل على إثبات الصفات له على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وعليه سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم على الإسلام والإيمان. وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ربه بذكر صفات كماله على ما يليق بعظمته وجلاله، وتصديقه اليهود فيما أخبروا به عن الله من الصفات التي تدل على عظمته. وتأمل ما فيها من إثبات علو الله تعالى على عرشه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في شيء منها إن ظاهرها غير مراد وإنها تدل على تشبيه صفات الله بصفات خلقه. فلو كان هذا حقا بلغه أمينه أمته، فإن الله أكمل به الدين وأتم به النعمة، فبلغ البلاغ المبين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. وتلقى الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ما وصف به ربه من صفات كماله ونعوت جلاله، فآمنوا به وآمنوا بكتاب الله وما تضمنه من صفات ربهم جل وعلا، كما قال تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وكذلك التابعون لهم بإحسان وتابعوهم، والأئمة من المحدثين والفقهاء كلهم وصف الله بها بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك التابعون لهم بإحسان وتابعوهم، والأئمة من المحدثين والفقهاء كلهم وصف الله بها. نعم. وصف به نفسه. وصف الله بما وصف به نفسه. نعم. بما كلهم وصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يجحدوا شيئا من الصفات، ولا قال أحد منهم إن ظاهرها غير مراد، ولا أنه يلزم من إثباتها التشبيه، بل أنكروا على من قال ذلك غاية الإنكار، فصنفوا في رد هذه الشبهات المصنفات الكبار المعروفة الموجودة بأيدي أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وكلام سائر الأئمة مملوءة كلها بما هو نص أو ظاهر أن الله تعالى فوق كل شيء، وأنه فوق العرش فوق السماوات مستو على عرشه، مثل قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله تعالى بل رفعه الله إليه، وقوله تعالى بالمعارج تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات، وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقوله إن ربك والشمس هذه آية في الأعراف مسخرات بأمره والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره مسخرات في النحل مسخرات في النحل الشمس والنجوم مسخرات في أول النحل ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه الآية. فذكر التوحيدين في هذه الآية، قوله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقوله تعالى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقوله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فذكر عموم علمه وعموم قدرته وعموم إحاطته وعموم ربوبيته. وقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقوله تعالى تنزيل من حكيم حميد. وقوله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقوله تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. انتهى كلامه رحمه الله. قلت وقد ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى فيما صنفوه في الرد على نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم أقوال الصحابة والتابعين. فمن ذلك ما رواه الحافظ الذهبي في كتاب العلو وغيره بالأسانيد وغيره في كتاب العلو وغيره بالأسانيد يعني غير الذهبي وغيره بالأسانيد الصحيحة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. هناك كتاب آخر الذهبي اسمها 40 في صفات رب العالمين موجود منها من جزء أو جزئين يعني كامل لكن ما فيها أسانيد. الظاهر هو يريد غير الذهبي. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالت الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر. رواه ابن المنذر واللالكائي وغيرهما بأسانيد صحاح. قال وثبت عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أنه قال لما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن كيف الاستواء قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول
ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق. وقال ابن وهب: كنا عند مالك فدخل رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك رحمه الله وأخذته الرحضاء وقال: يعني العرق. نعم. الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه، ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، وأنت صاحب بدعة، أخرجوه. رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن وهب، ورواه عن يحيى بن يحيى أيضا، ولفظه قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. يعني يحيى بن يحيى عن مالك، يعني ابن وهب ويحيى بن يحيى من خاصة تلاميذ مالك. نعم. قال الذهبي: فانظر إليهم كيف أثبتوا استواء لله، وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسير، ونفوا عنه الكيفية. قال البخاري في صحيحه: قال مجاهد: استوى على العرش. وقال إسحاق بن راهوية: سمعت غير واحد من المفسرين يقول: الرحمن على العرش استوى أي ارتفع. وقال محمد بن جرير الطبري في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع. وشواهده في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم، فمن ذلك قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. وروى الدارمي والحاكم والبيهقي بأصح إسناد إلى علي بن الحسين بن شقيق قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: نعرف ربنا بأنه فوق 7 سماواته على العرش استوى، بائن من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية. قال الدارمي: حدثنا الحسن ابن الصباح البزار قال: حدثنا علي بن الحسين ابن شقيق عن ابن المبارك. قيل له: كيف نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه. وقد تقدم قول الثاني علي بن الحسين، علي بن الحسين بن شقيق عن نعم. وقد تقدم مراجعة النسخة الثانية علي بن الحسن بن شقيق، راجعوا. نعم. يعني راجعوا التراجم. وقد تقدم قول الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون، نقول إن الله تعالى ذكره بائن من خلقه، ونؤمن بما وردت به السنة. كل هذا وتفصيل على كلام العلماء في علو الذات، لمناسبة ذكر السماوات، وأن بين السماء والسماء كذا، وأن الله جل وعلا فوق عرشه، ناسب أن يقرر عقيدة العلو. وعقيدة العلو كما هو معلوم، علو الذات، هي الفارق بين أهل السنة وبين كل أنواع المبتدعة. وقد يتفق المبتدعة مع أهل السنة في مسائل، وقد يقولون بإثبات الصفات على ظاهرها وهم يعنون شيئا آخر، لكن إذا جاءت مسألة العلو افترقوا. فعلو الذات أعظم ما ينكره أهل البدع جميعا، وقولهم إن الله جل وعلا ليس بعال على عرشه وليس بمستو عليه، وأنه فوق هذا العالم جميعا، بل يقولون إن الله تعالى عن قولهم في كل مكان. هذا عقيدة الجميع، إن الله في كل مكان. جهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، كل أصناف أهل البدع ينفون علو الذات ويقولون هو في كل مكان تعالى الله عن قولهم. فهذه المسألة من المسائل العظيمة فارقة، وأدلتها كثيرة، صنف فيها العلماء مصنفات كثيرة. فالشارح رحمه الله يذكر هذه الأدلة وكلام السلف في ذلك. نعم. وقال أبو عمر الطلمنكي في كتاب الأصول: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على عرشه بذاته. وقال في هذا الكتاب أيضا:
أجمع أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. ثم ساق بسنده عن مالك قوله الله في السماء وعلمه في كل مكان. ثم قال في هذا الكتاب: أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء، وهذا لفظه في كتابه. وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأئمة، أثبتوا ما أثبته الله في كتابه على لسان رسوله على الحقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته، ونفوا عنه مشابهة المخلوقين، ولم يمثلوا ولم يكيفوا كما ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب. وقال الحافظ الذهبي: وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله فوق عرشه هو الجعد ابن درهم، وكذلك أنكر جميع الصفات وقتله خالد بن. وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله فوق عرشه هو الجعد بن درهم. إيش معك؟ عندك نفس الشيء؟ نفس وأول وقت كيف نفس الشيء عندكم؟ أول من أنكر أن الله فوق عرشه هو الجعد. ما فيه أول وقت؟ لا. ما في وقت. طبعا تعرف التيسير هو فتح المجيد، قصدك النسخة. هو يعني يقول هذا هو هذا تيسير، تعرف أنه وقف عند باب ما جاء في المصورين، هذا كله هو فتح المجيد، مكملوه في النسخة من فتح المجيد. لأن الكلام غير مستقيم. أول وقت سمعت وإيش مقالة من أنكر الله. إيش اللي عندك؟ وأول من أنكر أن الله فوق عرشه هو الجعد. ما في سمعت ولا مقالة. وعندكم إيش في عندك في نسخة التيسير؟ نفس اللي عندك. أي هي عند الأخ. نعم. وغيره ما في نسخة ثانية فيها شيء يختلف. أول وقت سمع مقالة من أنكر، لأن الجهد بالدرهم يعني على كل حال العبارة مشوشة، تركيبها غير مستقيم، لكن ربما يكون لها تأويل. وكذلك أنكر جميع الصفات، وقتله خالد بن عبد الله القسري، وقصته مشهورة. فأخذ هذه المقالة عنه الجهم بن صفوان إمام الجهمية، فأظهرها واحتج لها بالشبهات، وكان ذلك في آخر عصر التابعين، فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك ومن بعدهم من أئمة الهدى. فقال الأوزاعي إمام أهل الشام على رأس 50 و100 عند ظهور هذه المقالة: ما أخبرنا عبد الواسع الأبهري بسنده إلى أبي بكر البيهقي قال أنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني محمد بن علي الجوهري ببغداد قال حدثنا إبراهيم ابن الهيثم قال حدثنا محمد بن كثير النصيصي سمعت الأوزاعي يقول: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. أخرجه البيهقي في الصفات ورواته أئمة ثقات. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر. وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل، ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى من فتح الباري. قوله عن العباس بن عبد المطلب ساقه المصنف رحمه الله مختصرا، والذي في سنن أبي داود عن العباس بن عبد المطلب
قال كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن؟ قالوا: والمزن. قال: والعنان؟ قالوا: والعنان. قال أبو داود: لم أتقن العنان جيدا. قال: هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: إن بعد ما بينهما إما واحدة أو 2 أو 73 سنة، ثم السماء التي فوقها كذلك، حتى عد 7 سماوات، ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء. هذا موافق لرواية 500 سنة، لأن العلماء حملوا 73 الواردة في هذا الحديث على سير البريد الخيل، وحملوا 500 سنة على سير الإبل في رحيلها المعتاد. ومعلوم أن البريد يقطع المسافة في 7 مشي الجمال، يعني أن الجمال إذا مشت 7 أيام فإن البريد يمشي يوم واحد. ما بين المدينة ومكة يوم واحد بالنسبة للبريد، يعني الراكب على الخيل ليذهب وينقل الرسالة يكون في يوم، و7 أيام فإذا ضرب 73 في 7 صار الجميع 500. نعم. ثم فوق ذلك يعني 500 تقريبا. نعم. ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى سماء، ثم الله تعالى فوق ذلك. وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن غريب. وقال الحافظ الذهبي: رواه أبو داود بإسناد حسن. وروى الترمذي نحوه من حديث أبي هريرة وفيه: ما بين سماء إلى سماء 500 عام، ولا منافاة بينهما، لأن تقدير ذلك ب500 عام هو على سير القافلة مثلا، ونيف 70 سنة على سير البريد، لأنه يصح أن يقال بيننا وبين مصر 20 يوما باعتبار سير العادة، و3 أيام باعتبار سير البريد. وروى شريك بعض هذا الحديث عن سماك فوقفه. هذا آخر كلامه. قلت: فيه التصريح بأن الله فوق عرشه كما تقدم في الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة، وفي كلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم. وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما، ولا عبرة بقول من ضعفه لكثرة شواهده التي يستحيل دفعها وصرفها عن ظواهرها. وهذا الحديث كأمثاله يدل على عظمة الله وكماله وعظم مخلوقاته، وأنه متصف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى كمال قدرته، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له دون كل ما سواه. وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك، نفعنا وإياكم بهذا الكتاب العظيم. ما ذكر واضح من جهة تقرير الصفات، منهج السلف في ذلك. قد بسطنا هذا في شروح متعددة. وفي ختام هذا الكتاب العظيم نعود نوصي بمراجعته، فإن ختمه لا يعني أنه فهم ما فيه، وتكرار ما في كتب التوحيد ورسائل أئمة الدعوة يزيدها وضوحا، ويجعل الموحد وطالب العلم على صلة مستمرة قوية بما قرروه من أصول التوحيد والأدلة في ذلك ووجه الاستدلال. فإنه إذا ترك ذلك تأتي الشبه ويضعف المرء في هذا المقام الأعظم. وإذا أكثر من الورود على كتب التوحيد، وخاصة هذا الكتاب ورسائل أئمة الدعوة، خاصة رسائل الإمام
إمام الدعوة محمد رحمه الله تعالى فيه في ذلك بيان واستجلاء المسائل ووضوحها. طالب العلم قد لا يمكنه أن يقرر التوحيد وأن يدعو الناس إليه إلا إذا ضبطه ضبطا عظيما، وهذا لا يتهيأ إلا بكثرة مدارسته ومعرفته وتداول الأبواب ومعاني الآيات والأحاديث فيها وأوجه الاستدلال والضوابط في ذلك، ومراعاة ما ذكر في الشروح وما ذكر في كتب أئمة الدعوة كالدرر السنية والرسائل النجدية وأشباه ذلك، لأن فيها ضوابط في التوحيد لا توجد في شروح كتاب التوحيد. فمن المهم على طالب العلم أن يكثر الصلة بهذه الكتب، فإنها نور القلوب وإنها نور الطريق، وبإذن الله سبب من أسباب الثبات على الحق في هذا الأمر الجلل العظيم. والاستعاضة عنها بغيرها يجعل المرء في شبهة أو في ضعف، إما في تقرير التوحيد أو في فهمه أو في العمل به، وهذه لا شك كلها مصائب تلو مصائب. والذي ينبغي على طالب العلم أن يجمع في دراسته لهذا الكتاب وهو كتاب التوحيد وفي شروحه بين ثلاثة أشياء. الأول مقاصد الإمام رحمه الله في إيراده للأبواب وللأحاديث في الأبواب، يعني وجه الاستدلال من الباب على كتاب التوحيد هو الذي يسمى بالمناسبة، ووجه الاستدلال بالآيات والأحاديث في الباب وهو أيضا مسمى بالمناسبة. فإذا ضبط وجه إدخال الباب في كتاب التوحيد عرف كيف يقرر هذه المسائل، وكذلك الدليل ووجه الاستدلال، لأن المناسبة معناها وجه الاستدلال. هذا أولا. والثاني أن ينظر في الشروح، والشروح اشتملت على شروح لفظية للآيات والأحاديث وتراجم للرواة وأشباه ذلك، واشتملت على بيان لوجه الاستدلال من الآيات والأحاديث وللمعنى الذي يحتاجه طالب العلم في تقرير مسائل التوحيد. فهو يستنبط منها ويستخلص من الشروح ما يكون معلقا بالآية معلقا بالحديث، يعني ما يكون في صميم المعنى، لأن الشرح يراد للمقصود ولما هو تبع له، وطالب العلم لا ينصرف عن المقصود إلى التابع إلا بعد إحكام المقصود. الثالث الاهتمام بالضوابط وضابط الباب أو بقواعد الكتاب. ومعلوم أن القاعدة أو القواعد التي بني عليها كتاب التوحيد أو مسائل التوحيد محدودة مبثوثة في الكتاب وفي الشرح مرت معنا وقررناها، وكذلك ضوابط المسائل في الأبواب. والفرق بين القاعدة والضابط أن القاعدة هي ما تنطبق عليه أو تندرج تحتها المسائل في الكتاب كله، والضابط هو ما يختص بالتقعيد في الباب المعين وحده. يعني تقول مثلا من تبرك بشجر أو حجر ما حكمه؟ قال لك في فتح المجيد وذلك لأنه شرك. هل هو شرك أكبر أو أصغر؟ قد لا تجده في فتح المجيد فتجده في غيره التيسير، أو تجده في أجوبة أئمة الدعوة في الفتاوى. فالضوابط في الأبواب متى يكون شركا ومتى يكون غير شرك، التفصيل في مقام التفصيل، القاعدة التي يفهم بها الشرك الأكبر، القاعدة التي يفهم بها الشرك الأصغر، قاعدة التوحيد الربوبية وعلاقته في الألوهية والأسماء والصفات وأشباه ذلك. التقعيد والضوابط من أهم ما يكون، والتقعيد والضوابط تجدها مبثوثة في الشروح وفي كلام أئمة أهل العلم في الفتاوى. فتاوى أئمة الدعوة يذكرون فيها الضابط، هل هذا شرك أو شرك أكبر أو أصغر أو خفي أو محرم
أو وسيلة إلى الشرك، فينجلي بما ذكروا ما أطلق في كتاب التوحيد أو ما أطلق في بعض شروحه. شروح هذا الكتاب متقاربة، لكن بعضها ربما زاد على بعض في الضوابط والإيضاح، وأعظمها وأجلها تيسير العزيز الحميد، لأنه اشتمل على كل المسائل التي يحتاج إليها، وعلى الضوابط أيضا، على وجه الاستدلال، على التقعيد، ففيه تفصيلات عظيمة في كل باب. أيضا مما ينبغي لطالب هذا العلم أن يهتم به أن لا يستعجل في تصور المسائل، لأن الاستعجال في التصور يتبعه استعجال في الحكم أو غلط في الحكم. فالمهم أن يتصور صورة المسألة على ما هي عليه قبل أن يعرف أنها شرك أكبر أو أصغر أو الضابط. فمثلا يأتي إلى باب ما جاء في التمائم، يعني أو تمائم ونحو التمائم، ما هي؟ ما صورة التميمة التي تميزها عن غيرها؟ يأتي إلى التميمة الشرك، متى تكون شركا؟ التميمة من القرآن، لما لم تكن شركا مع دخولها في العموم ونحو ذلك؟ هذا من المهم التصور فيه، تصور المسألة قبل الدخول في حكمها، وهذا موجود في الشروح وفي كلام أهل العلم في بيان تلك المسائل. أيضا من المهمات معرفة أن التوحيد والشرك كل منهما يقرر بالإجمال ويقرر بالتفصيل. في كتاب التوحيد قرر وجوب التوحيد إجمالا ثم فصل، وقرر النهي عن الشرك وأنه أقبح ذنب عصي الله به وفصل ذلك. كذلك الداعي إلى التوحيد بتقريره وإيجاب التوحيد وعبادة الله وحده، أو الناهي عن الشرك الأكبر والأصغر، يحتاج إلى تقريره من الجهتين، من الجهة الإجمالية ومن الجهة التفصيلية، فيجمل ثم يفصل، أو يجمل في موضع ويفصل في موضع. وهذا مهم، لأن المخالفين لطريقة أئمة الدعوة قد يقررون مسائل التوحيد إجمالا ولا يرضون بتقريرها تفصيليا، وقد ينهون عن الشرك إجمالا ولا ينهون عنه تفصيليا، وهذا مخالف لطريقة الأنبياء والمرسلين، فإنهم نهوا عن الشرك إجمالا وتفصيلا وأمروا بالتوحيد إجمالا وتفصيلا. فتقول مثلا في التوحيد بأنه واجب وأول واجب على العبد، وأن معناه وإفراد الله جل وعلا بالعبادة وإخلاص الدين له جل وعلا، ثم تمثل بأنواع العبادات التي تخلص لله جل وعلا: الخوف والرجاء والرغب والرهب والصلاة والزكاة وأنواع العبادات والدعاء إلى آخره. ثم إذا أتيت تفصل في مسائل التوحيد في مفرداته، فتأتي بالخوف من الله جل وعلا تتكلم عليه تفصيليا، وتأتي بالرغب والرهب وتتكلم عليه باعتباره عبادة مستقلة تفصيليا، وبالتوكل تتكلم عليه تفصيليا، وبالاستعاذة بالله جل وعلا والاستغاثة به تتكلم عليها تفصيليا. ففي التفصيل تعليق القلوب بالله جل وعلا بما يكون معه وضوح المقصود من الدعوة الإجمالية. فدعوة أئمة الدعوة رحمه الله تابعة ومأخوذة من طريقة السلف الصالح
التي هي مبنية على سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام في أن الدعوة إلى التوحيد بالإجمال والتفصيل، والنبي عليه الصلاة والسلام أجمل وفصل، والقرآن فيه الإجمال وفيه التفصيل. كذلك في النهي عن الشرك، ينهى عن الشرك ببيان ما هو الشرك، وأنه دعوة غير الله معه، عبادة غير الله جل وعلا، تأليه المخلوق ومعنى تأليه المخلوق، ثم تقرر ذلك بأدلته ووجه الاستدلال، وتحتاج أيضا إلى ذكر تفصيلات الشرك الأكبر، الذبح لغير الله وكيف كان شركا أكبر وأدلة ذلك، النذر لغير الله، تذكر دعاء غير الله، الاستغاثة بغير الله، الاستعاذة بغير الله، وضوابط ذلك وتفصيلاته، والتوكل على غير الله وأشبه ذلك. فتفصل في كل موطن في أنواع الشرك الأكبر بأدلته. كذلك الشرك الأصغر تفصله بأدلته، وكذلك الشرك الخفي والألفاظ وما هو نوع شرك أيضا تفصله بأدلته. وتنتبه إلى أنك إذا فصلت المقصود منه تفصيل الحالة، وأيضا ذكر الصور التي تدخل تحت الحالة. والذي ينبغي على طلاب العلم أن يعرفوا أنواع الشركيات، لأن معرفة أنواع الشركيات بها يحصل تنبيه الناس عليها. فكما قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقد كتب بعض أهل العلم للشيخ محمد رحمه الله يعني ابن عبد الوهاب فقال له: اعلم لا علمت مكروها أنه كذا وكذا. فقال الإمام رحمه الله في جوابه: قولك اعلم لا علمت مكروها هذه الكلمة تضاد التوحيد، لأن المرء إذا لم يعلم المكروه معناه لم يعلم الشرك، وإذا لم يعلم الشرك لم يدعو إلى التوحيد. وهذا يعني أن نتعلم الأشياء التفصيلية، يعني صور التمائم مثلا، تمائم وشي أنواعها الكثيرة التي فيها حتى ينبه الناس عنها، وإذا حصل شيء أمامك تعرف أن هذه تميمة، ومن قطع تميمة كانت له كعدل رقبة. كذلك أنواع تعظيم غير الله في الألفاظ، كذلك الألفاظ المنكرة، أنواع الشركيات، الشرك الأكبر وأشبه ذلك مما بث في هذا الكتاب، مما هو واضح ومعروف، لكن معرفة تفاصيل ذلك وصور الأنواع الشركية هذه زاد وقوة لطالب العلم، وبها يستطيع أن يدعو ويقول. فإذا هذه الدعوة إلى ما اشتمل عليه هذا الكتاب هي المقصود الأعظم، وهي زبدة الرسالات الإلهية، وهي الفخار لمن أخذ بها وعلم ذلك ودعا إليه، وهي الرفعة لمن أراد الله جل وعلا أن يرفعه. هم درجات عند الله. ولهذا نوصي بفهم هذا الكتاب فهما جيدا وتكراره، وأن لا يعني ختمه أنه أنهي، بل يعاد مرتين وثلاث وأربع، كلما ختم أعيد، لأنه لا تستطيع أن تفهمه فهما جيدا وتقرير مسائله إلا بكثرة الترداد عليه، وستجد في كل مرة علما لم تجده في المرة التي قبلها. وهذا يتطلب منك إلى صبر وحسن ظن بالله جل وعلا، وطلب توفيق والثبات على هذا الأمر الجلل العظيم، عدم الالتفات منه إلى غيره، فإنما فضل العلماء وارتفعوا بالدعوة إلى هذا الأمر العظيم الذي هو التوحيد، الذي هو حق الله على العبيد. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لإمام هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأن يرفع درجته، وأن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. كما أسأله جل وعلا وهو ذو الفضل والمنة والإحسان أن يغفر للشارح الإمام الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وللمختصر والمكمل المهذب والمجرد والمتمم المجدد الثاني الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كفاء ما بذلوا وجاهدوا وعلموا فثبتوا هذا العلم في هذه الديار،
فانتشر منها إلى غيرها. اللهم اجعلهم مع خيرة خلقك واحشرهم مع أوليائك يا أكرم الأكرمين، واغفر لهم ذنوبهم ولا تكلهم لأنفسهم ولا لأعمالهم، فإن رحمتك أرجى لهم ولنا من أعمالنا. كما أسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحشرنا في زمرة أوليائه، وأن يجعلنا من الدعاة إلى توحيده، وأن يثبتنا على ذلك. نعوذ بالله من الحول بعد الكون، ونعوذ بالله من الضلال بعد الهدى، ونعوذ بالله من الظلمة بعد النور، ونسأله أن يقذف في قلوبنا نورا وفي بصائرنا نورا نبصر بها الأمور. اللهم ثبتنا واغفر لنا واجعلنا للمتقين إماما. اللهم واهد ولاة أمورنا ووفقهم إلى الرشاد، وباعد بينهم وبين سبل أهل البغي والفساد. اللهم أصلح علماء المسلمين وأصلح ولاتهم، واجعلهم قائمين بتوحيدك آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. اللهم وفق من في توفيقه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم واهد ضال المسلمين واغفر لعاصيهم، واهد ضالهم ودلهم على ما تحب وترضى. اللهم واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم وفقنا ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا